السلام عليكم يا احلى متتبعين، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه تاع طاجين الزيتون، طبق محبوب عند الجزائريين، سيرتو رانا في الايامات تاع الشهر الفضيل في رمضان. يعني هذا طبق جانبي راح يجي بزاف بنين، وتاني طبق محبوب عندنا بزاف. بالنسبه لي زابوني دخلوا جدد معايا في القناه، نقول لهم مرحبا بكم، نورتوا القناه. ونتمنى تاني اللي راهو يشاهد فيا لاول مره ما ينساش يخلي لي جيم وابوني. راح بضغطة زر برك ما حتدي منك والو. يعني راح تشوفوا ان شاء الله معايا وصفات، يعني القناه موجهه للمبتدئات اللي ما تعرفش يعني الطبخ، واللي يحب تجرب وصفه، كل واحد والطبخ ديالو، يعني كل واحد وكيفاش يطيب. يعني نعطيكم لي زاستوس كاملين نعرفهم. راكو تشوفوا هنا المرقه جاتني الله يبارك، يعني ما شاء الله، يعني جات خاطرة ما جاتش نيها. والطبق يعني الزيتون ما يجيش مر. تجي المرقة ملبية، يعني ما تجيش هذيك المرقة اللي يجي كيلما. يعني جميع التفاصيل حنعطيها لكم ان شاء الله في هذا الفيديو. تبعوني حتى الاخير، وما تنساونيش ما تبخلوش عليا بالجيم واللايك، وتاني البارطاج اللي تقدر تبارطاجي مع وحده، اي وحده حبت الوصفه ولا تمد لها الوصفه ديالي، راح تكون في ميزان حسناتكم ان شاء الله. نروح هنا المقادير وطريقة التحضير. عندنا هنايا قطعة تاع الدجاج. يعني طاجين زيتون معروف، يعني البنة ديالو يجيب الدجاج خير، لكن اللي حاب يديرو باللحم يقدر يديرو باللحم، ما تتقيدوش. تقدروا حتى ديروه وحده، يعني ما تكلفوش رواحكم ولا. الخضره راه كاينه متواجده، كتشوفوا هنا قطعه زروديه دوائر. عندي هنا زعتره ورنت. كاين اللي ما يستعملش زعتره ورنت، يعني انا نحبهم باسكو حيمدوا بزاف بنا هايله في طاجين الزيتون. عندنا هنا الزيتون، انا كنت انا ما نحبش نديرو القارص باسكو شغل يطلق لي المروره. انا كي نغليه بالقارص يجيني يبان لي شغل المر. واش نديرلو؟ صافي نحطو في الماء، نخليه شحال من ساعه، ونبدلو الماء اشاك فوا. لا قدروا تبيتوه في الليل يكون احسن، ومن بعد باش نغليه. وتقدروا حتى يعني لي خلاتو بايت ولا تقدر ترميه ديريكت، يعني يكون هذاك الملح خلاص تخلصتي منه. هنا كيما راكم تشوفوا في الطنجره ديالنا نديروا الزيت. انا درت زيت وسمن، تقدروا ديروا غير زيت وحدها ولا ديروا زبده كيما حبيتوا، يعني هذه ترجع ليكم. انا هاد السمن بزاف عجبني، شراتهم لي الام ديالي، ربي يخليها صحتها ويخليها لينا. دائما في رمضان تفكرني بحاجه بزاف بنين، ويطلق واحد البنه في الماكله روعه. هذه هي دركاتيك السر تاع طاجين الزيتون هو البصل. البصل لازم ديروا كونتيتي لاباس بها. انا درت هنا بصل مرحي. كاين كنا واحد الوقت حنا في العائله تاعنا نديروه اون جوليان، يعني مقطع اجنحه. نديروه ونخلوه يدبل يجيك شغل كي هذاك البصل تاع بصل وطوماطيش هكاك نقطعه. لكن انا فضلت هذه الطريقه مع الدراري، ما يحبوش البصل وكلش. صافي هاد الطريقه راح تكون احسن واحسن. هنايا درت البصل ديالي حوالي 2 حبات يكونوا متوسطين، رحيتهم في هاد لامولينات. دركاتي بعد ما يتقلى لي الدجاج ديالي كما راكم تشوفوا، باش نرميو البصل ديالنا. فوالا. دركاتيك نرميو البصل ونخليوه يتقلى مليح حتى يدبل بيان. كما راكم تشوفوا نضيفوا التوابل واش عندنا فلفل كحل، كركم، قرفه. اذا قدرتوا ديروا قرفه عود يكون احسن. وعندنا تانيت الزنجبيل. انا عندي اضافه اللي نضيفها انا في الطاجين الزيتون ديالي، هي راس الحانوت. سيرتو كاين واحد راس الحانوت بزاف بنين، يعني يكون مخدوم بيان، يزيد يدير لها بنه روعه. جربوه وقولوا لي. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا درت سكنجبير اللي هو الزنجبيل، الملح. فوالا دوك نخلوه يعني يتقلى مليح. نرمي الزعتره، الرند نديرو كيش نقولكم، نديرو يعني ماشي ما نخليش يغلي يطول في
فطني جرى بزاف. يعني انا نديرو شويه هكا من بعد نعاود نحيها، باسكو نعرفوا بلي الرند يطلق المروره. الزعيتره العكس، قد ما تخليها قد ما تزيد هي تطلق الحلاوه، يعني ما تطلقش المروره، ما تخافوهاش كامل. فوالا كيما راكم تشوفوا نخليوه يتقلى بيان. يعني الطبق هذا بسيط وسهل وما يديش الوقت، يعني حوالي هكاك واحد النص ساعه تكوني طيبته، ماشي حاجه اللي تشد الوقت، سيرتو طيب الدجاج. انا زروديه نديرها الجزر، يعني نديرو مع الاول مع الدجاج، نخليه يتقلى معاه ونطيبوه معاه. فوالا هنا مرقت كيما تشوفوا، غطيت غير ابان الدجاج والزروديه ونخليهم يطيبوا. فوالا هنا الزيتون ديالي درتو يغلي باسكو انا ما بيتوش، صافي غليته. وفي الاخر كامل نشللوه بيان، نحولو هذاك يعني نشللوه بيان، نزيدو نخلوه يتشلل بيان باش نتاكدوا بلي هذاك الملح راح. فوالا المهم لازم ما يجيكمش يعني الزيتون مالح، هذا هو انا ما ضفت له حتى اضافه. قلت لكم بلي الليمون هذاك يطلق لي المروره، انا نحسو بلي يطلق المروره. فوالا دركاتيك بعد ما طاب الدجاج والجزر ديالي، نرمي الزيتون كما راكم تشوفوا. دركا ديك هذاك الدجاج نحكمو نديرو في الفوغ ولا نقليه، يعني حسب انت واش الوقت اللي يساعدك. فوالا هنايا حكمت شويه مرقه، نورمالمون ديروا المرقه شويه بارده. اذا حسيتوا باللي يعني الطاجين ديالكم كثرتوا له الماء ولا غلبكم ولا ما باليش، يعني نعطيكم هاد الحيله هذه، ديروا شويه فرينه في المرقه ولا في شويه ماء وضيفوها للطاجين ديالك يجي خاطر. وتقدروا حتى يعني ما تستغنوا عليها الا كانت المرقه تلبات وحدها. هذه هي، يعني هذه استيس عطيتها لكم يعني يعني كاضافه. فوالا درك هذيك نحكموا هذيك اللي درناها ونصفيوها بالصفايه، يعني باش ما تحبطناش الفرينه. هذه هي دوكا تجي المرقه خاطره وتجي ثقيله وما تخافوهاش كامل، تجي كيما تاع العشاف. فوالا يعني ما تكتروش بزاف الفرينه. هذه هي، ونخلوه يزيد يتقال مليح ونطفيو عليه. هنا يكون الطبق ديالنا خلاص، راهو صايي لحقنا للنهايه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديالي، ونكون كنت خفيفه عليكم ان شاء الله. هذه هي، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه جديده. وهذه هي، ما تنساوش الجيم وتاني الابوني، ولا قدرتوا تبارطاجيو لا فيديو راح كيما يقولوا ديروا فيا مزيه كبيره. هذه هي، دمتم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر إن شاء الله.